يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. ها نحن نجتمع بكم بفضل الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامج والصلح خير، هذا البرنامج الذي هو لكم ومن أجلكم من أجل إصلاح ذات البين مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري من هذا المنبر الإعلامي التلفزي لقناة القرآن الكريم. نريد صلحا يستنير أصحابه بنور الشرع استنادا دائما إلى الكتاب والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. نعرض القضايا، نعرض المشكلات، نعرض النزاعات، وفي نهاية المطاف بعد عرضها نقترح عليكم أفضل وأنجع الحلول، ألا وهو إصلاح ذات البين. إذن أرحب بكم أوفياء برنامج والصلح خير، أرحب بكل من يتصل بنا، أرحب أيضا بكل من يتواصل معنا، من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية، وتحية طيبة للجالية المسلمة في المهجر، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. نرحب أيضا بالزميلة زينب التي تتواصل معنا وعلى مدار ساعة و20 دقيقة من المباشر بترجمة هذا اللقاء من أوله إلى آخره عن طريق لغة الصم، وهذه الفئة في أمس الحاجة إلى هذا البرنامج. ونعرض عليكم الأرقام الهاتفية. قبل هذا وذاك علينا أن نرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري المتواجد معنا ومعكم من أجل إصلاح ذات البين. دكتور سعيد بويزري، مرحبا بك. مرحبا بك نجاة، بارك الله فيك. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله، الحمد لله بخير. البرنوس تاعك قاس ولا مطر اليوم دكتور؟ لا لا سلك الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله المطر هذا يكون إن شاء الله في خير إن شاء الله. إن شاء الله مصيبا طيبا ومصيبا نافعا إن شاء الله دكتور. إذا قبل أن نستفتح هذه السهرة بمعرفة موضوع هذه الحلقة، نتمنى أن نوفق دائما في كل لقاءاتنا معكم أيها الأحبة الكرام. قبل هذا وذاك تابعوا معنا الأرقام الهاتفية التي عن طريقها نتواصل مع بعضنا البعض لنستمع إلى قضاياكم. تابعوا ثم نعود. خير، نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@suntv.dz، كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42. هكذا هي هنا وفي تذكرنا دائما بالأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني. نعود إلى بلاتو برنامج والصلح خير، نعود لنرحب مرة أخرى بفضيلة الدكتور السعيد بويزري. شعار هذا الموسم دائما هو ولا تنازعوا. دكتور سعيد بويزري، كلمة من أجل إصلاح ذات البين قبل أن نتعرف على موضوع هذه الحلقة. تفضل دكتور. لك الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيظل هذا الشعار يرافق جميع حلقات البرنامج ويرافقنا ويرافقكم، وهو شعار الحياة في الحقيقة. لأن النزاع يبدد الطاقات، يضيع الأوقات، يقطع العلاقات، أما الصلح يؤلف بين القلوب ويفجر الطاقات. إذن كلمة فضيلة الدكتور سعيد بويزري في هذه الحلقة هي فك النزاعات في كل حلقة وفك النزاعات في كل زمان ومكان، ولهذا كانت الحلقة الماضية عنوانها فتبينوا، أما حلقة اليوم فهي فاعتبروا، وهي كلمة قوية جدا وجلية الشأن في الكتاب والسنة النبوية الشريفة. دكتور سعيد، هي أيضا عميقة وتحتوي الجميع.
فالعبرة بالنسبة لمن أخطأ في حقوق الناس، والعبرة لمن لم يخطئ، والذكي هو الذي يعتبر من كل هذا وذاك. في برنامج والصلح خير دائما كنا نعرض القضايا، نعرض المشاكل والنزاعات، ونستمع إلى هموم الناس. وكنت دائما تقول فضيلة الدكتور هناك من يتفنن في صناعة أتعاب لغيره. السؤال هو، هل من معتبر دكتور في هذه الحلقة الصلح هو عبرة لمن يعتبر دكتور؟ كيف هذا وذاك بالنسبة للسؤالين الأول والثاني؟ وتفضل بالمقدمة والإجابة، ونحن دائما نستمع ونستفيد من تدخلات فضيلة الدكتور سعيد بوزير، الرجل المصلح أطال الله في عمرك، في عمر المصلحين في العالم الإسلامي. تفضل دكتور. لك الفضل أختي نجاة، بارك الله فيك على هذين السؤالين المهمين جدا. أجيب عن السؤالين باختصار ثم أفتت الإجابة من خلال النصوص القرآنية. أبدأ بالله التوفيق. فهل من معتبر؟ أولا حينما نعود إلى كتاب الله العزيز وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد نصوصا كثيرة تشحذ الهمم وتوجه المخطئين إلى طريق الصواب، وتوجه المذنبين في حق الغير مهما كانت ألوان الذنوب إلى التوبة والإنابة والعودة إلى جادة الحق والصواب، وتوجه هؤلاء الذين يصنعون الأتعاب كما قلت فعلا. هناك من يتفنن في صناعة الأتعاب، ترشدهم وتوجههم إلى التوقف. وهذه عباراتك دكتور في البرنامج. الله يبارك فيك. التوقف من هذه الصناعة. فهي صناعة محترفة. بارك الله فيك. وهي صناعة في الحقيقة تزرع الألم وتعمق الجراح. للأسف الشديد. تزرع الألم وتعمق الجراح. إذن هذه النصوص في الكتاب والسنة ترشد هؤلاء جميعا الذين وقعوا في هذه الخطايا إلى التوبة والإنابة وإلى الإكثار من الحسنات، كما وعد ربنا جل جلاله إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أنه السؤال الثاني بالنسبة للصلح. صحيح، الصلح عبرة. كلما وقع الصلح بين متخاصمين أو أكثر كلما خرج بعضهم بالعبر، وربما كان بعضهم من الغافلين الذي اعتبر لن يعود إلى الأخطاء التي ارتكبها، لن يعود إلى الذنوب التي اجترحها، لأنه اعتبر، لأنه صاحب بصيرة، لأنه من ذوي الأبصار، لأنه من ذوي الألباب كما قال القرآن، كما سنشرح بعد حين. ونجد أناسا آخرين لا يعتبرون. الذين لم يعتبروا سيعودون مرة أخرى إلى المشكلات وإلى الأزمات وإلى النزاعات، لأنهم لم يعتبروا. سيظلون في طريق صناعة الأتعاب ربما إلى آخر حياتهم. لذلك صدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. إذن العبر كثيرة وأقل الاعتبار. القرآن الكريم الوحي الطاهر بشقيه كتابا والسنة كلاهما يدعونا جميعا إلى الاعتبار. يدعونا جميعا إلى أن نتعلم من أخطائنا فنعتبر، وأن نقرأ التاريخ لنعتبر. وهذا ماهوش عيب دكتور، ماهوش عيب، هذا درس. لذلك قراءة التاريخ ليس من أجل الترف الفكري، من أجل ربما قتل أوقات أو ملء أو أوقات الفراغ، ولكن المقصود في الوحي الطاهر في الكتاب والسنة هو قراءة اعتبار. نأخذ العبر مما ندرسه في التاريخ. وإذا قرأنا قصص الأقوام السابقة، وإذا مع الأنبياء والمرسلين نقرأ تلك الحكايات وتلك القصص، نقرأها قراءة اعتبار، قراءة استنباط للدروس والعبر. لكي لا أطيل دعيني أفتت العنوان بداية. العنوان 3 نقاط وبعدين فاعتبروا. أولا بدأ بحرف الفاء.
وحرف الفاء يفيد الترتيب مع الفورية، وهو من حروف العطف. فحرف الواو أداة عطف، حرف عطف يفيد مطلق الجمع لا يفيد الترتيب. حينما أقول جاء فلان وفلان، جاء المخرج ومثلا سيد أحمد وسعيد، ولا جاءت أم حمزة ورضوان، ولا جاء الجميع يعني. هذا ذكرت على سبيل المثال. أمين والجميع يعني، ومروان. نقول إذا جاء فلان وفلان بحرف الواو، هذا الحرف يفيد مطلق الجمع، معنى جاء. أما كي نقولوا جاء فلان، مثلا جاء سيد أحمد ثم مثلا رضوان، معنى سيد أحمد هو الذي جاء أولا، وجاء بعده رضوان بمدة مع التراخي. أما إذا قلنا جاء سيد أحمد فرضوان، الفاء هذا يعربه هو حرف عطف يفيد الترتيب مع الفورية، يعني جوست أبري مباشرة. لذلك ربي سبحانه عز وجل هذه فاعتبروا وين جاءت؟ جاءت في الآية الثانية من سورة الحشر. الآية الأولى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. إذن بدأت هذه السورة، سورة الحشر، بتمجيد الله عز وجل. هي مدخل السورة. الآية التي بعدها كيف تنتهي؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن فهي الجزء الأخير من الآية الثانية من سورة الحشر، التي سماها ابن عباس رضي الله عنه سماها بسورة بني النظير. لماذا دكتور؟ في البخاري نجد رواية لأحد الصحابة سعيد بن جبير يسأل ابن عباس قائلا سورة الحشر، فأجاب ابن عباس قال سورة بني النظير. بنو النظير هؤلاء من اليهود. ربنا جل جلاله سجل في هذه السورة المباركة غزوة بني النظير التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الغزوة مسجلة في القرآن الكريم، وبالذات في سورة الحشر. الآية الأولى إذا سميت بسورة بني النظير. الآية الأولى بدأت بالتمجيد الله عز وجل. الآية الثانية فاعتبروا يا أولي الأبصار. من هنا أخذنا هذا عنوان حلقة اليوم. لأبقى مع هذه السورة، نأتي إلى الآية الثامنة من سورة الحشر. يبين الله عز وجل فضل المهاجرين فاعتبروا يا أولي الأبصار. في الآية التي تليها في الآية التاسعة يبين الله عز وجل فضل الأنصار فاعتبروا يا أولي الأبصار. وإن جاء قوله تعالى جزء من قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلى آخره. إذن في الآية الثامنة جاء فضل المهاجرين. في الآية التاسعة من سورة الحشر جاء فضل الأنصار. وفي الآية العاشرة جاء فضل التابعين لهم بإحسان. شوف هذا الترتيب العجيب. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أترك سورة الحشر وأعود إلى سورة أخرى. أبدأ مثلا بسورة آل عمران. في الآية رقم 13 رب سبحانه كيفاش يقول إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أو عادة الأبصار مرة أخرى اللي عنده البصر الذي يفكر في العواقب لي كونسيكونس. تقدري تقارن إلى هاوني تحزف لي ثمديث ثلاث صبحيث ثلاث مديث. الشيخ محمد حسين ذا ربي فلاس إن يسوينا إن السن ذا ميغارثي جديث هدي فكر ربي صبريث نفسيث ولاش تصبحيث ونسايث مديث ولاش إضور نسايث فجريث. مع أنت الإنسان اللي عنده البصر والبصيرة ينظر إلى عواقب الأمور. كل ما يدير أي حاجة قول أو فعل أي تصرف لازم يشوف لي كونسيكونس. لازم يشوف لي كونسيكونس. كما نقولها بالعامية يشوف البعيد. يشوف البعيد. عليك نور. بارك الله فيك. بارك الله فيك. إذن في الرؤية البعيدة. الرؤية البعيدة لا فيزيون تكون رؤية بعيدة. الآن أعود إلى سورة آل عمران. سورة آل عمران في الآية رقم 13 ربي يقول في النهاية نتاعها إن في ذلك لعبرة.
لعبرة لأولي الأبصار، لأولي الأبصار أبصار. نعم. هكذا. ولكن في سورة النازعات كيفاش يقول ربي سبحانه إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يخشى، من يخاف. من يخاف. نعم. بالنسبة هذه الآية جات في سورة النازعات الآية 26، اللي بغى يشفع عليها الآية نتاع سورة العمران 13 في 2 يساوي 26. أعيد باش يعني الإنسان يضبط هذه الآيات في دماغه في الديسك دور نتاعو. إذن الآية نتاع سورة العمران الآية 13 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. في سورة النازعات الآية 26 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم. لمن يخشى الله عز وجل. نعم. من يخاف لمن الله. يخاف ذنوبه. نعم. لمن يفكر في العواقب. لمن يخاف العتاب واللوم في النهاية، في النهاية، لأنه إذا أخطأ سيلام ويعاقب وإلى آخره. نعم. هذه في سورة النازعات. ونجد في سورة يوسف ربي سبحانه وش قال الآية لقد كان في قصصهم هنا عبرة لمن لأولي الألباب. نعم. لأولي الألباب. نعم. معنى لأصحاب العقول النيرة. نعم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم. أصحاب العقول النيرة، العقول التي تفكر والتي تنظر في المآلات، التي تنظر في العواقب. وهذه الآية في سورة يوسف الآية رقم 111. اتفقنا الآن؟ نعم. خلينا نروح الآن نعود مرة أخرى إلى سورة العمران. سورة العمران نجد في الآية 137 قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. سيروا. الإنسان حينما يتحرك نعم. يعتبر، يأخذ دروس ويقرأ التاريخ والجغرافيا ويتعلم من تاريخ الأقوام، من تاريخ الصالحين، من تاريخ المفسدين، من تاريخ المصلحين إلى آخره. قد خلت من قبلكم سنن، وسنن الله كما بينا مرارا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنن الله لا تقبل المجاملات ولا يمكن، وهي الغالبة دائما. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض بعدين فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آيات عجيبة جدا. وبعدين رب سبحانه في الآخر حتى يقول إني مسسكم قرح. الآية 140 من سورة العمران، وهذه التي ذكرناها 137. الآية 140 رب يقول إن يمسسكم قرح، طبعا هذه أيضا نعتبر منها. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. خلاصة القول فلنعتبر. نعم. ورب يقول فاعتبروا. إذا دكتور، بالنسبة لهذا العنوان ربما من المقاصد كثيرة وعديدة، ولكن السؤال ربما المطروح فضيلة الدكتور سعيد بويزني قبل أن نسمع إلى أذان صلاة العشاء، الواقع. نعم. رسالة في بداية المقدمة بالنسبة لهذا الواقع المليء بالمشاكل والنزاعات والخلافات، وفي الجانب الآخر هناك كتاب وسنة نبوية شريفة. فاعتبروا دكتور. فاعتبروا. نعم. الواقع الذي يعيشه الإنسان في هذا الوقت، نعم. الذي نعيشه جميعا، هو واقع في الحقيقة مليء بالمفاجآت، بالمفاجآت. نعم. مليء بالألم، مليء بالدموع، مليء بالنكسات. الأمل لابد أن نعمل على زرعه في قلوب الناس جميعا. نعم. حتى إن اجتمعت أو كثرت عوامل اليأس لابد أن نزرع الأمل. وقد قال الشاعر أعلل النفس بالآمال أركبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وكتاب الله الطاهر يزرع الأمل. وقد ذكرنا قبل حين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تزرع الأمل. حينما يقول ربنا عز وجل في حق المذنبين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن استئصال لليأس تماما من جذوره
لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. حديث وآيات كثيرة تزرع الأمل، ولكن لابد أن نستثمر مثل هذه الأوقات من أجل تسليط الضوء على مواطن الخلل، على حفر التخلف، على ألوان الأذى وألوان الألم وألوان الظلم التي تقع في دنيا الناس، من أجل التصحيح، من أجل المعالجة والعودة إلى الحق والتوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بارك الله فيك دكتور سعيد بوزيري. إذا كانت هذه المقدمة تحمل مقاصد كثيرة فاعتبروا مثل ما كان يقول فضيلة الدكتور السعيد بوزيري: نستيقظ، علينا أن نعتبر، والعبرة لمن يعتبر، ولا تبقى هذه المقولة متداولة عبر كلامنا أو عبر أقلامنا، ولكنها تبقى حقيقة نعتبر بها عن طريق معاني حقيقية قوية، مثل ما نفعل دائما في برنامج والصلح خير، حتى نصل في نهاية المطاف إلى حلول لكم من خلال هذا البرنامج. بطبيعة الحال كنا قد تحدثنا في المرة الماضية عن الكلمة الطيبة، وقلنا في إحدى الحلقات: فتبينوا، وقد شرح فضيلة الدكتور معاني هذه الآية. في هذه الحلقة تشاهدون ربما شيخ من شيوخ الطريقة الرحمانية، السيد مقران أيت عيسى، والبداية كانت عن طريق عبرة لمن يعتبر، وقد كانت هذه القصة عند وطأة الاستعمار الفرنسي الجزائر. تابعوا معنا هذا البورتريه ثم نعود لمواصلة النقاش في حلقة فاعتبروا. أنت الرابع. الشيخ مقران أيت عيسى أحد شيوخ الطريقة الرحمانية، إحدى أبرز الطرق الصوفية في الجزائر، تعود به الذاكرة إلى فترة الاستعمار الفرنسي، فكانت هذه القصة. شيخنا الفاضل، هناك حادثة في عهد الاستعمار الفرنسي وقعت وما زالت راسخة في ذهن الشيخ. حبيت لو كان المشاهد الكريم يتعرف عليها، ممكن ترويها لنا الآن شيخنا الفاضل؟ وعندما جاءوا في 1830 واحد الجنرال منهم لقى واحد البناية على شكل البناية المسلمين، دخل وكي كان يعني يجول في تلك البناية، تصور في عقله بأنه كل مكان اللي يشوفه هو كأنه راه يشوفه واحد جزائري، ويذكروا بالتاريخ نتاعو. مادام هذه البناية قائمة، مادام الجزائريين ما ينساوش التاريخ نتاعهم، وقال على نفسه بأن يأمر بهدم تلك البناية. بعد هدمها رفع رأسه إلى السماء ليخاطب المولى تبارك وتعالى قائلا: Dieu, vous ne serez plus adoré en Algérie. يا إله، لا تعبدون بعد اليوم في الجزائر قط. على كل حال المقولة هذه حيرتني. ما حيرتنيش لأنها قيلت من طرفيه، خاطر هو كافر على روحه، ولكن اللي حيرني كيفاش يكفر بالمولى تبارك وتعالى ويرفع رأسه إلى السماء ليخاطبه بأنه لا يعبد من تلك اللحظة في الجزائر. 87 سنة هو عمر الشيخ مقران، رغم تقدم سنه إلا أنه ما زال يفضل خير جليس له في كل زمان ومكان، ألا وهو الكتاب. كم يستغرق شيخنا الفاضل من الوقت لقراءة كتاب أو كتابين؟ تفضل.
ما نجمش نحدد الوقت لكتاب أو لكتابين أو لكتب. لماذا؟ لأني عندي واحد الكيفية للمطالعة نتاعي. عندما نهز الكتاب ربما يحولني إلى كتاب واحد آخر، والكتاب واحد آخر يحولني إلى كتاب وإلى كتب، من بعد باش نولي للكتاب الأول، ومن بعد باش ترجع للمصدر، نرجع للمصدر هذاك اللي حولني إلى مصادر واحدة أخرى. وتكمل شحال من وقت تستغرق شيخنا الفاضل يوميا؟ يوميا بالأقل 12 ساعة. 12 ساعة من القراءة؟ من القراءة. ما تتعبش؟ لا إن شاء الله. الله يبارك. الحمد لله. الله يبارك. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. ربما نتعب كما نقراش. تتعب كما تقراش. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. زرناه للمرة الثانية في بيته وأوجاع الأمة الإسلامية في قلبه. شيخنا الفاضل، حاليا الأمة الإسلامية لها أوجاع كثيرة، ونرى ونشاهد ذلك في العالم بإسره. في الحقيقة المسلمين ما عندهمش على ماشي يختلفوا. عندهم القرآن العظيم الحمد لله، عندهم السنة النبوية، عندهم آراء العلماء الأجلاء. Le livre de Khalil est un code dans le sens admis de ce mot, c'est-à-dire un recueil de lois promulguées par une autorité souveraine à laquelle on est tenu d'obéir. Où est-il simple وتبقى القراءة بالنسبة للشيخ مقران هي روح الحياة، كيف لا وهو ما زال ينعم بصحة النظر. Dû à l'initiative d'un particulier et sans autre autorité que celle qui lui est accordée par l'usage. Nous n'hésitons pas à répondre à cette question que le livre de Khalil est un code dont l'autorité est de plus haute qu'une loi puisse avoir. إذا نعود إليكم. كان هذا صورة صحفية أو إن شئتم بورتري بالنسبة للتعريف بمشايخنا كما وعدناكم في بداية هذا الموسم. الشيخ مقران أيت عيسى 87 سنة الله يبارك، ما حبيناش نتعبوه، لهذا اختصرنا معه بعض الأسئلة. وفي أجوبة الشيخ مقران أيت عيسى كانت رسائل عديدة، منها العبرة لمن يعتبر دكتور بالنسبة للاستعمار الفرنسي وبالنسبة لتهديم وهدم البنايات التي كانت فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفضل دكتور. لك الفضل. أولا نحيي شيخنا الفاضل الشيخ مقارنة عيسى. سينا ما كنقارن يمغارن زيك إن شاء الله كيف كربي شاطئ ما عشت اللي سر وكيف كربي ثلاثة سر، وإن شاء الله كيف كربي ثزمرت تزموت. ياكوي السامعين ياكوي الحاضرين أرقص تمطوس مزمقر. أقول وبالله التوفيق أن هذا الرجل الفاضل الذي طبعا لا يحب أن يمدح، ولكن أقول القليل. تفاصيل حياته ما حبش يتكلم عليها نعم دكتور. نعم أعرف ذلك جيدا، لذلك لا أطيل أيضا في الثناء عليه، لأنه في الحقيقة خصاله وأفعاله هي الناطقة عبر لساني ولسان كل من يعرفه. هذا الرجل جمع بين العلم والعمل. هذا الرجل حفظه الله جمع بين العلم والخلق. هذا الرجل يملك غيرة على الدين وعلى الوطن وعلى الأصالة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره. أما التعليق على ما ذكر أبدأ بذلك الجنرال فأقول نعم الفرنسي. حينما كان يتحدث الشيخ عيسى تذكرت قوله تعالى: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم. بمعنى
هو لا يعني يدعو الله عز وجل. نعم. يقول له أنك لن تعبد فوق أرض الجزائر بعد هذا اليوم. بعد الآن. نعم. يعني لماذا يوجه خطابه إلى الله؟ نعم. فهناك تناقض صارخ. كيف إذن هو يؤمن بأن هناك إله، هناك إله واحد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولكن أجابنا ربنا في القرآن بقوله جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهذا الأمر أيضا ذكرني بالكلمة قالها زعيم المستعمرة الفرنسية في الجزائر بمناسبة مرور قرن من الزمان على استدمار أو احتلال فرنسا للجزائر، وقريبا الاحتفال أيضا بالاستقلال. نعم. والحكاية طويلة، ولكن نروح مباشرة للهدف. نعم. حينما ظهرت بعض المفاجآت على المسرح بالنسبة للحاضرين يومها في يوم الاحتفال، جاءوا يسألون هذا لاكوست اللي هو زعيم المستعمرات الفرنسية في الجزائر أو المستدمرات الفرنسية في الجزائر. نعم. فقيل له ماذا نرى؟ ما أخبرتنا بهذه الأمور، ولكن رأينا عكس ما قلتم لنا وأخبرتمونا به. فقال قولته الشهيرة المعبرة عن حقيقة واضحة جلية، واش يقول؟ ماذا نفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ماذا نفعل؟ واش تدير فرنسا إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ والأمر كذلك. نعم. ثم النقطة الثانية سألتيه عن الكتاب. هناك مكالمة؟ لا دكتور تفضل. كي يكون أي مكالمة إن شاء الله الأولوية لها. المكالمات إلى في مكالمة. بالنسبة لملازمة الكتاب للقراءة. نعم. الشيخ يقرأ كما استمعتم إليه سادتي الأفاضل 87 سنة دكتور و12 ساعة في اليوم. يقرأ 12 ساعة في اليوم. دعوني أمتحن بكل تواضع يعني الحساب نتاعكم الذهني. نعم. نقول لكم إذا كان الشيخ يقرأ 12 ساعة في اليوم، نعم، يعني شحال يقرأ في العام؟ كم عدد الساعات؟ كما الفريضة دكتور يقرأ 4380 ساعة. نعم. 12 ساعة مضروبة في 365 يوم، النتيجة 4380 ساعة اللي يقرأ فيها فضيلة الشيخ أيت عيسى. درك نقول وفي الإحصاءات التي قرأناها مؤخرا يعني الأمة هذه نتاعنا ربي يهدينا أمة لا تقرأ. نزل في حقها قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك، ولكن الكثير من المسلمين لا يقرؤون. نعم. وإذا قرأوا لا يعتبرون. وحلقة اليوم فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك تذكرت أيضا ما كتبه الدكتور المحقق عبد الفتاح أبو غدة في كتابه قيمة الزمن عند العلماء، وهو يذكر النماذج النيرة القدوات السامقة. هناك مكالمة. نعم دكتور. إذا نأخذ أول مكالمة ثم نعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بويزيد. تتصل بنا أم سارة من فرنسا. السلام عليكم أختي الكريمة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أم سارة، مرحبا في برنامج الصبح الخير. يعيشك أختي نجاة. نعم. بارك الله فيكم على الحصة اللي راكم تنورونا يعني بها وتثقفونا في الدين تاعنا وتوريونا يعني الحقوق والواجبات. ربي إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. إن شاء الله نعتبر جميعا أم سارة إن شاء الله. إن شاء الله. ونسلم على شيخنا سعيد بويزري اللي كما يقولون نشبهوا كما بابا ربي يرحمه. الله يرحمه. عندي واحد يعني قضايا هكذا شويه ان شاء الله نتصل مع الشيخ يعني في الايام يعني المقبله ان شاء الله. حبيت برك عندنا واحد المشكله هكذا. عندي وحده يعني قريبه تاعي نعم في الجزائر. نعم. عندها تسمى نهضر لك عندها فوها توفى ما عندوش يعني بزاف في شهر فيفري، وخلى زوجه وخلى ابن وخلى زوج دراري وبنت، وعنده زوج بنات من زوجات اخرين. كيما تسمى هذه الزوجه تاعو ما حبتش يعني تستعرف يعني بالورث اللي خلاه. نعم. حبت تدي كل شيء لها.
زوجة ثانية أو مسارة زوجة ثانية اللي حبت تدي كل شيء. هذه اللي كان نعم مع الزوج نعم نعم اللي عندها طفل وزوج دراري وطفلة. زوج دراري وبنت. نعم. حبت تستولي على كل التركة. حبت تستولي على كل شيء. قالت نعم. لهم تما ما نستعرفش انايا. نعم. تسمى على الاولى بنات اخرين هذو اللي عنده. قالت لهم معليش يجيو كيما بغاو يعني كيما بكري يجيو عنده وحده يعني متغربه راهي في انجلترا. نعم. ووحده في الجزائر. قالت لهم يعني باش يجيو للدار مرحبا بهم. ولكن باش تقسم والله لا عطت لهم هي الوصفه يعني تجو ولكن تركه لا فاعتبروا ان شاء الله. قالت لهم بصح وثاني الوثائق يعني كيما هذا القريب تاعي كيما نعم. تخلى لها الوثائق يعني للزوجه تاعو. نعم. هي ما حبش تعطي لهم حتى وثيقه شغل خبات الوثائق. نعم. بارك الله فيك. يعني خلى تاريخ الله يبارك بزاف خلاه خاطر هو كان اطار في الدوله. ان شاء الله. بزاف يعني الورث. ان شاء الله تكون مساكن حابين يتسمى بالصلح. نعم. هضروا معاها وكل شيء ما حبش تستجيب. ان شاء الله يعني ان شاء الله يكون ان شاء الله تكون في الاستماع لانه فضيله الدكتور سيأخذ بعين الاعتبار يعني كل الجوانب الشرعيه. نعم. حابه يعني ان شاء الله شيخنا بوزري يزورهم ان شاء الله في البيت وهي ما تثق يعني حتى في شيخ. حب تثق غير في الشيوخ اللي يعرفوهم هما. ما يثيقوش حتى في شيخ. نعم. واش هو يثيقوا غير يعرفوا شيخنا. هي تسكن هنا في الجزائر. هي في الجزائر هي يعني من جهة القبائل من سيدي وجه الله أعلم ولا بلاد القبائل. نعم. بصح يعني هي واش قالت لهم نستعرف غير بشيخنا أبو عبد السلام. نعم. زعما هذاك شغل يعرفوه شوية ولا ما نعم. طيب واضح. حبيت يعني حابة إن شاء الله كما يقولوا إن شاء الله يزورهم الحاج بويسري إن شاء الله إن شاء الله أم سارة أبو عبد السلام باش كي زعما تسمع لهم. وكل احتراماتنا للشيخ ابو عبد السلام. ام ساره شكرا من فرنسا. وني حابه ثاني رقم الهاتف تاع الحاج. رقم الهاتف ما نقدروش نعطوه لك ولكن انت خلي رقمك احسن ام ساره من فرنسا. وتاخذه من خلي رقمك او خذي الرقم راهو عندهم في العارضه التقنيه. قبل ما تقطعي المكالمه تاعك ناخذ اتصال اخر من بويره. معنا خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. في بدء الامر نشكركم بزاف على هذه الحصه. بارك الله فيك. وفيك بركه. اذا كان ممكن عندي مشكل كبير شويه ندير الرقم تاع الاستاذ بويزري. تبحثون عن الارقام. فوالا. ما تقدريش تعرضي شويه ملخص؟ لا لا في حرج كبير شويه لازم في حرج. معليش نحن ناخذ بعين الاعتبار. خديجه من بيراد يعطوا لك الرقم تاعو راهو في العارضه التقنيه. قبل ما تقطعي المكالمه تاعك نشكرك يا خديجه من البويره. يعطيكم الصحه. ميرسي. وفيك بركه دكتور. نقسموا الوقت نخليك تكمل ربما بالنسبه لتدخلك الذي يتعلق بالشيخ مقرن أيت عيسى ثم نعود لعبد السلام من العاصمة وبعدها الاتصال. ذكرت عنوان كتاب لدكتور المحقق عبد الفتاح أبو غداد تحت عنوان قيمة الزمن عند العلماء، فذكر نماذج للعلماء كيف يستثمرون أوقاتهم. أريد أن أقول كرسالة أن فضيلة الشيخ أيت عيسى يضاف إلى هذه القائمة إلى هذه الكوكبة من أهل العلم. إذن 4380 ساعة يقضيها الشيخ في القراءة، ربي يبارك فيه. أما بالنسبة لحمله لهموم الأمة فنعرف عنه ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرحم أمتنا ونسأل الله أن يغير حالنا لأحسن حال إن شاء الله. دكتور بالنسبة للكود مسلمون للشيخ خليل بن إسحاق. ابن إسحاق. طيب سيدي خليل والحمد لله ترجم اللغة الفرنسية. نعم. فالمختصر الفقهي لقيته يقرأ فيه كده زرته المرة. الله يبارك. نعم. المختصر الفقهي. نعم. لسيدي خليل للشيخ خليل من المختصرات العظيمة جدا الجامعة للآلاف من المسائل الفقهية. وهذا المختصر كان يقرأ في الجزائر ويشرح من قبل علمائنا، وممن شرحه
الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري. وحينما أتمه في 1938 أقيم له حفل كبير بمناسبة ختمه لشرح هذا الديوان المهم من دواوين الإسلام، باش نعطيو رسالة باللي أجدادنا كانوا يهتمون بالعلم، كانوا يهتمون بأمهات الكتب. من هذه الكتب كتاب سيدي خليل. سيدي خليل نهار اللي كملوا الشيخ رزقي الشرفاوي داروا له حفلة احتفال كبير بمعهد سيدي عبد الرحمن الإلولي. لماذا؟ لأنه حدث ايفينمون فور يعني كبير جدا محترم، وهكذا يحتفل الناس بالعلم والعلماء. فننصح من هذا المنبر، من على هذا المنبر، الجميع بقراءة سيدي خليل بما تيسر لديهم. اللي لقاه بالنص العربي الأصلي يقرأه بالعربية، واللي بغى يقرأ بالفرنسي مترجما الله يعينه. هذا من أهم الكتب، والشيخ الله يبارك من المطلعين على هذا الكتاب القيم. بارك الله فيك دكتور. ونحن دائما نحاول أن نختصر من الزمن حتى نصل إلى الصلح في نهاية المطاف، حتى لا يضيع أي شخص منكم الأوقات في الخصومات وفي النزاعات في برنامج والصلح خير. يقول سعيد اتصال آخر من ديار الغربة من فرنسا، أم محمد. السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم أختي الكريمة، ونقول مرحبا بك الدكتور بوزي. مرحبا بك أختي في برنامج والصلح خير. فاعتبروا أم محمد عندك انشغال في هذا المجال أو قضية؟ أنا عندي انشغال على كل من يحمل الممرضين والممرضات والدكاترة باللفظ. أنا نقولهم يعني بكل يعني احتراماتي، هذه هي المهنة التي تحملونها يعني وتقدمونها يعني قبل ما تاخذوا أجر الدنيا راكم تاخذوا أجر الآخرة. نعم. اتقوا الله يعني في المريض. أنا عندي يعني وحدين مفامي نتاعي يعني قساو من هذه المشكلة هذه، وأنا نتمنى يعني كل ممرض أن يسمع فيا نعم وكل دكتور يعتبروا أن هذه الخدمة لله سبحانه. نعم. أم أحمد، ضررتي من بعض الممرضين والممرضات والدكاترة؟ كان عندك ضرر؟ أنا بعض الأقارب اللي تضررت منهم يعني وتألمت جدا جدا يعني. نعم. أنا نقول كل من يسمعني من كل ممرض وممرضة أن هذه المهنة لله سبحانه قبل أجر الدنيا. نعم. يأخذوا أجر الآخرة قبل من أجر الدنيا يعني. إن شاء الله يكونوا في الاستماع إن شاء الله إن شاء الله، ويجعل ربي شافي كل المريض إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم وسامحيني على الإطالة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أم محمد من فرنسا. تلتحق بنا من ولاية تيزي وزو أم حمزة. السلام عليكم أم حمزة، ليست كلثوم. ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام، مرحبا بك أم حمزة. الله يبارك فيك، واش راك لاباس؟ الحمد لله، وانت راكي بخير أم حمزة؟ الحمد لله، الله يهنيك، ربي يحفظكم ويجزيكم انتو والشيخ سعيد تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله نورتونا طريقنا، ولينا نعرفوا واش علينا واش ما كاش علينا. الحمد لله يعني ربي يحفظكم ويجازيكم كل خير ان شاء الله. الحين ان شاء الله يا ام حمزه. احنا ثاني عندنا ام حمزه راهي تخدم معنا الان. تفضلي ام حمزه. ابنائي وحمزه. نعم، ربي يخليه لك ان شاء الله. ربي يحفظكم ويخليكم. امين يا رب العالمين. تفضلي. سؤال الشيخ سعيد على قطعه ارض عند الام تاعي. قطعة أرض عند الأم تاعك مازالها عايشة؟ مازالها عايشة، والقطعة الأرض هذه مكتبتها على اسم بابا الله يرحمه. نعم. خاطر عندها قطعة واحدة أخرى، عندها قطارات خلاهم لها الوالد تاعها الله يرحمه. الوالد تاعي خاف ينحوهم لها، حطاتو على اسمها الأم تاعي. والوالد تاعك مازال عايش أم حمزة؟ لا الأب تاعي توفى الله يرحمه. ربي يرحمه إن شاء الله. نعم. المشكل وين راهو؟ الأم تاعي عندي خويا أكبر أخواتي في فرنسا طبيب. الأخ الأكبر تاع الوالد تاعي ورانا ساكنين بنها الاخ تاعنا في الطبقات. وكان واحد في الاخوه تاعي حب هذه القطعه الارض تاع امي يديها وحده. اللي كتبت على الوالد ديالك. مكتوبه على الوالد تاعي. حب يديها. والام تاعي حب يديها، والام تاعي حبت تمدها لهذا الاخ الاكبر اللي بنى بها دار بابا. القطعه تاع الارض راهي هكذاك حابسه. صافي حبت ام تاعي تمدها لخويا هذا.
نعم. احنا كم سمحنا له خويا خطر دار باباه بناها لنا خويا الحمد لله كاين وين نروحوا، وخويا هذا عنده طبقه وحده في البروميي ساكن وحده طاتها له الام تاعي، وبناها خويا هذا بالدراهم تاعو لو ساكن. نعم. لو كاين نزاع كبير احنا كاملنا موافقين نمدوا خويا، وهذا الاخ تاعي هذا بكري كان موافق صغير دار اعطوني قطعه الارض ولا اعطوني دار بابا وحدي نديها، حب ياخذها وحده. نعم وحده. طيب ستستمعين الى الدكتور سعيد بوزري بالنسبه لهذا الاشكال. ان شاء الله ربي ينور لكم طريقكم يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ام حمزه من تيزي وزو. دكتور قبل ان ننظر في الاتصالات نمر الى عبد السلام. مسؤولية المشاكل التي تأتي عبر البريد العادي والإلكتروني. يقول عبد السلام من العاصمة أسس شركة مع شخص منذ أكثر من 13 سنة بعد افتراقهما، يعني مع الشريك تاعو أسس كل واحد منهما شركة. عبد السلام ما قدمش الحسابات للشريك تاعو هذا وهو توفى. وبعد ما توفى سي عبد السلام شعر بالندم. دكتور يقول أني شعرت شوية بالندم، ماذا أفعل؟ وقال لك خفت إذا كان نقدم هذه الأموال وهذه الحسابات للأولاد تاعو ومن بعد يظنوا بأني يعني خذلته أو خفيت عليه. الله يرحمه ويوسع عليه. يقول سعيد نأخذ اتصال من باتنا دكتور أو نعود إلى عبد السلام؟ نعم الاتصال الأول. الدكتور دائما ينتظر الاتصالات من باتنا. من معي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عز الدين من باتنا. نعم شخصيا باغي نهضر مع الشيخ بويزري. نعم خويا تفضل. الشيخ مساء النور. مرحبا على مرحبا بك. الشيخ عندي الاب نتاعي والعم عندهم نزاع على واحد الارض. نزاع على الارض. نعم. اسمها هما كما نقولوا حنا ما قسموش بكري. نعم. والعم هذا بنا في البلاصه اللي ماهيش مقسومه كما نقولوا حنا. نعم. مالا بابا هذا عنده ولد عمو عطاله قطعه ارض بنا فيها كما نقولوا حنا هبه. نعم. اندوناسيون. نعم. المهم بابا بغى يقسم مع العم. قال له العم هذا قال له انا نهار كي نقسم معاك لازم ندخل قطعه الارض اللي وهبها لولد عمه. نعم. قال له لازم ندخلها في الحساب وباش نقسموا. قال له الشايب قال له ما قطعه الارض تاع ولد عمي نخليوها ابار. وانت البلاصه اللي بنيت فيها لازم تعوض لي. وما بغاش يسمع. شوف يسمع عليها سقسيت الشيخ بويزري. نعم ما حبش يعوض له. نعم. ستسمع. وكاين هذا ولد عمنا الشايب هذا هو ما عنده حتى واحد. نعم. حتى واحد من العائله. عز الدين ما عنده حتى واحد من العائله. ما عنده حتى واحد من العائله. هو ولد عم بابا اسمه كما نقولوا حنا ولد عمو بعد. ولد عمو. نعم مفهومه. نعم. ما عنده حتى عنده بابا وعمي وعنده خاوته من يماه. نعم. طيب واضح. قال له بابا قال له يتسمى اسكو اللي راح يهزوه هو اللي يدير الارض نتاعو. نعم. طيب عليها تسمى باغي استفسار من الشيخ بويزري. ماذا بك؟ بارك الله فيكم. نعم. طيب شكرا عز الدين من باتنا. واضحه القضيه. دكتور نعود الى عبد السلام من العاصمه. الجواب يا سي عبد السلام كالاتي. انت كنت عندك شركه مع شريك لك على مدار 13 سنه، افترقتما وكل منكما أسس شركة بمفرده. إذن وأنت لم تقدم الحسابات الدقيقة للشريك. هذا الخطأ الأول. نعم. المفروض الشركاء كي يخدموا في الشركة لازم تكون الحسابات دقيقة، شفافية في التسيير سواء المالي أو غيرها من أنواع التسيير. لا ترونسبارونس توتال. ما لازمش واحد يخبي ولا. ونهار اللي يقدر بتفترقوا لسبب أو لآخر. كاين الشركاء يفترقوا بالحلاوة. تلاقيتوا بالخير افترقوا بالخير.
ومن مقتضيات هذا الخير أنه لازم تقدم المحال حسابات دقيقة. نعم. أنت تقدم وهو يقدم، كل شيء في الطابلة، وتديروا حساباتكم وتقسموا كما بغى ربي ونبي طبقا للشريعة الإسلامية، وتكون قلوب إن شاء الله صافية، ولا تدعاني مجالا للشك إطلاقا أو يدخل الشيطان من مدخل من مداخله الكثيرة. نعم. أنت الآن أخطأت واعترفت بلسانك، والاعتراف سيد الأدلة. الجواب تقول ماذا أفعل؟ ننصحك بالآتي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، لازم، والتوبة من شروطها الشرط الرابع رد المظالم. الشرط الرابع كهناك ندم وإقلاع وعزم، الشرط الرابع رد المظالم. تروح الأولاد مادام هو مات الله يرحمه، تروح الأولاد وتقدم لهم دراهم هذون، تقال باللي هاي الأموال نتاع باباكم اللي بقات عندي بعد ما فضينا الشركة، أعطي له صفي، لأنه هذا المال تعلق بحقوق الورثة. نعم. أعطيه لهم وما تقولش يشكوا ليش إذا كان شكوا عندهم الحق. نعم. لماذا؟ لأنه ما يسألوه يقولوا علاش خليت لهذا الوقت. أنت لازم تكون صريح. يا سي عبد السلام أخويا، إن فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. بارك الله فيك. افري المشكل نتاعك في الدنيا ماشي في الآخرة. نعم. وهذه بنعطي لهم فرصة باش نقول لجميع الناس، نقول للناس اتقوا الله، اللي عنده مشكل يفريه في الدنيا ما يخليش الآخرة، أو في الآخرة مشكلة كبيرة. نعم. مشكلة كبيرة، ما عندناش وقت باش نرجعوا للدنيا مرة أخرى، افري في الدنيا ومليح السماح. نعم. فاعتبروا. إذن هذا هو الحل، بدل الدراهم واعتذر منهم، بدلهم واش بقى عندك من حقوق، وهما يقسموه حسب الفريضة الشرعية عندهم كما راهي في الشريعة، وانت اعتذر منهم، واسأل الله عز وجل واسأل الله عز وجل أن يسخر شريكك ولو في الآخرة أن يتوب عنك ويعفو عنك إن شاء الله. هذا. نعم. إذن سنعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بوزي لمتابعة الأجوبة بالنسبة لكل هذه القضايا منذ بداية البرنامج. إذن للنظر في قضاياكم أو تصوير قضاياكم عن طريق كاميرا برنامج والصلح خير، تابعوا معنا هذا الفيديو. سيدة نعيمة، باش نعرفوا المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، أنت طليقة السيد عمر اللي فات معنا الأسبوع الماضي في برنامج الصلح خير، واللي حكينا فيه على التعاسة الزوجية. عايشة كاين ناس صابرة على تال ولادي، حملت ومن بعد ذاك الحق باش يبيع لي الدار، كي الحق باش يبيع لي الدار كي صفاو الامور هادو، قبل ما يصفاو انا رحت للتريبينال. سامح انت الراضي. 6 أشهر سجن غير نافذه، وحنا تعويض اولي 300 مليون سنتيم. بعد هذه المحاكمه تمت محاكمه ثانيه في المجلس برويسو، الطبيبه عطاوها عام سجن نافذ. احنا التعويض قال لك عدم الاختصاص، عدم الاختصاص نروحوا للمحكمة الإدارية. رحنا وليس كل الضحايا، لأن كاين ضحايا خافوا، قال لك احنا ما نقدروش نروحوا من بعد تصل لنا متابعات. في حالة ما الصلح تم، مادام عندك موافقة مبدئية، هل مستعد تتنازل عن كل القضايا اللي في المحكمة إذا تم الصلح؟ إذا تم الصلح، أنا تم الصلح سي نورمال نتنازل عليهم. نحن السباقين الصلح، قلت لك بالدليل هذيك تاع الأئمة اللي جمعناهم كاع. احنا مالكين قطعة أرض منذ سنة 1967 في حي البدر، وبجوار هذه القطعة هذه احنا رانا يعني نستغلوا قطعة أرض فيها حوالي 600 متر، ودايرين فيها يعني محل تجاري لصناعة الحديد. ومن بعد تفاجينا جانا محضر قضائي منا من بن جراح جاي بلغنا بأمر بالطرد. إلى
إلى كل من أراد أن يعرض خلافا أو قضية أو نزاعا، برنامج والصلح خير يزوركم في بيوتكم لتصوير قضاياكم ولإيجاد حل لمشكلاتكم. اتصلوا على الرقم 021 37 41 21. سامح أنت الراضي. إذن بالنسبة لهذا الرقم هو تواصل بيننا وبينكم لعرض قضاياكم. هناك من يريد تصوير القضية وهناك من يرفض التصوير، ولكن هناك مشكلة، بعض من يتصلون في برنامج والصلح خير يتركوا الأرقام الهاتفية، ولكن بعد ما يطلبهم فضيلة الدكتور يا إما كتابة الأرقام كانت خاطئة بالنسبة لمن اتصل وليس لمن كتب في العارضة التقنية. سيدة مليكة تركت هاتف وهي القضية تاعها مستعجلة. الدكتور سعيد بوزيري اتصل بك مرارا وتكرارا يقول أنه الرقم خاطئ. يا سيدة مليكة ربما كتبتيه بسرعة ما قدرتيش كيفاش تتأكدي منه. هذا أولا. ثانيا قضية السيد محمد من أدرار، بريد عادي اللي عنده قضايا عائلية، دكتور سعيد بوزيري سينظر فيها. وأيضا قضية السيد من وهران علينا بالنظر فيها، ثم نعود إلى اتصالاتكم. يقول أنه السيد نذكر بالاسم تاعو باش يعرف أنه الرسالة وصلت، لأنه ظنا منه أنه الرسالة ما وصلتش. هي وصلت. سيد علون محمد أوربح من ولاية وهران ترك رقم الهاتف وبيقول جي ان بروبليم فاميليال تري épineux avec un frère handicapé mental ويريد أن يجلس مع فضيلة الدكتور سعيد بوزيري في جلسة صلح ليعرض القضية. فضيلة الدكتور سيأخذ منك موعد السيد علون محمد أوربح من وهران. ترك هاتفه وترك الهاتف. احنا ما نقدرش نقولوا لأنه هاتف نقل، ولكن وعد الحر دين عليه. هاي الرسائل تاعكم تصلنا، وفي الأسبوع المقبل بحول الله تعالى سيتصل بكم فضيلة الدكتور السعيد بوزيري. الموعد يكون في الأسبوع المقبل إن شاء الله. والموعد يكون بالنسبة للسيد من وهران سيكون بالنسبة للأسبوع المقبل بحول الله تعالى. دكتور بالنسبة للأخ محمد من أضرار، في الحقيقة طلعت على مراسلاته. نعم. ووجدت جملة من القضايا العائلية. نعم يا أخي محمد، أذكرك بما ذكرناه في لقائنا السابق فتبينوا. يا أخي عليك أن تتواصل معنا وتقدم الأدلة التي تثبت يعني ما تقول، ونحن معك ونقدم لك يد العون من ناحية الشرعية ومن الناحية القانونية. نعم. أما بالنسبة للأخ محمد بن وهران، إذا الموعد سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. تواصلوا معك غدا لضبط الموعد الأسبوع القادم إن شاء الله. دكتور إذا هكذا هو برنامج والصلح خير، يأخذ بعين الاعتبار كل القضايا بالترتيب بطبيعة الحال، لأن كل قضية فيها تفصيل. سارة من فرنسا تقول عندها قريبة في الجزائر من منطقة تيوزي وزو، عندها الأخ توفي وترك زوجة. الأخ توفى وترك زوجة، وهذه الزوجة الثانية عندها زوج أولاد وعندها بنت، وكاين زوج بنات من الزوجة الأخرى. الزوجة الثانية هذه قالت لك استولت على التركة كما تقول سارة من فرنسا، والوثائق لأنه هذا السيد خلى أملاك الله يبارك. قالت لك باللي يعني ربايبها يقدروا يجوا يزوروها ولكن ما ياخذوا ولا شيء. سارة حائرة بالنسبة لهذه القضية. تفضل فضيلة الدكتور سعيد بوزيري. لك الفضل. سارة في فرنسا، بالنسبة لي القريبة نتاعك في الجزائر وأخوها مات الله يرحمه، والحكاية سمعنا التفاصيل نتاعها. بالنسبة لزوجته الحالية، الكلام اللي قالته باللي ربايبها في زوج، اللي في انجلترا واللي في الجزائر مرحبا بهم يجيوا للدار فقط، هذا لا يكفي. هذا حق من حقوقهما، هذا حق لأنه ما يلزمش تقطعوا الرحم، ولكن حقهما في الميراث ثابت.
بنص الكتاب والسنة أيضا وبالنص القانوني، وقد ثبت ذلك أيضا في القانون أيضا. لذلك الآن هذا واش نقدر نقول يا أختي أم سارة، احنا المهم مستعدين إن شاء الله لحل هذا الإشكال. الزوجة عندها الحق نتاعها في الميراث الثمن وباقي الأولاد، لأنه المتوفى المورث واش خلى زوج أبناء وخلى 3 بنات، البنت من الزوجة الحالية وزوج بنات من الزوجة الأولى. نعم. وهؤلاء خلفاء المورث، فالزوجة صاحبة الثمن عندها 1/8 تديه، والباقي الشيء اللي بقى 7/8 هذاك يوزع على الابنين و3 بنات طبقا لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو شرع ربي سبحانه، والشيء اللي كان في الشرع هو أيضا موجود في القانون نتاعنا. لذلك نقول للزوجة هذه اتقي الله، ما تخبيش هذيك الوثائق، لازم تظهري هذه من حقوق الورثة، رقم 1. رقم 2 لا تعرقلي توزيع الميراث، ما ديريش لي زوبستاكل، ما ديريش لاباريسيون الشونتاج، لا، هذا كله لا يجوز. قولوا للربايب في زوج مرحبا بكم للدار واجتمعوا، والتركه اللي خلاها الله يبارك خير كبير كما قلتي، ويقسموها على حسب شرع ربي، كل واحد ياكل حقه. كما يقول ذي المثل وين يتشان لحقيس هذه قنت طيس، اتش لحقيش ثقنض ثيطيش كل حقك وغمض عينك. والسلام. هذه نصيحتنا ان شاء الله يقبلوا جميعا، والنداء نتاع زوج بنات هذون يطلبوا باش يحلوا المشكله نتاعهم الميراث بالصلح، لا بد ان يستجاب لهذا النداء. نعم دكتور. بالنسبة لخديجة من مبويرة تقول في حرج تفضل يعني الاتصال بك دكتور سعيد بوزيري. محمد من فرنسا طرحت انشغال يتعلق بالممرضين والدكاترة، تقول اتقوا الله في المرضى. فضيلة الدكتور سعيد تفضل. والله أضم صوتي إلى صوتك يا محمد من فرنسا. نعم. مهنة التطبيب، مهنة الممرض الأطباء ومهنة الممرضين والممرضات مهنة شريفة جدا تزرع الأمل. المريض كي يشوف هذاك صاحب البذلة البيضاء يرتاح. ونأكد واش قالت أم محمد، العمل نتاعهم يبتغون به وجه الله أولا. نعم. لأنه يا سعد الطبيب ولا الممرض اللي يوقف على المريض ويساعده ويزرع فيه الأمل ويداويه ويفرح له والبسمة اللطيفة. هذا كله من العلاج. الجانب السيكولوجي مهم جدا جدا جدا. يعني علاش نقول هذا الكلام؟ ما كاينش منا اللي ما يمرضش، كل واحد واش عطاه له ربي سبحانه عز وجل. نقول اللي يخدموا في المستشفيات العمومية أو في العيادات الخاصة نقول لهم يا سعدكم عندكم فرصة باش تديوا الحسنات بلا حدود. ديروا مشاريع استثمارية مع رب العزة جل جلاله. هذا واش نقدر نقول لكم. واكيد الان اللي راهم يسمعوني على بالهم كاين اطباء وممرضين ما شاء الله يضرب شكه وما تحسيش بها ويفرحوا في وجوه المرضى وكذا، وكاين الاخرين على بالي عندكم لي سيركونستانس اتينيونت يقول لك درت كيفاش يسموها لا كارد وسهرت وكاين بزاف المرضى وكاين كذا. هذه اكيد انه المرض يشكي. المرض يعني بعد نعطي ايضا بارك الله المريض. علاش يقول لك المثل يقول كل ذبيحه تتخبط. هو مريض. مريض جا عندك جاء يتألم. انت لازم تمتص مرضه، تمتص ألمه، تبصر به، تمتص مرضه مثل ما نمتص الخلافات في البرنامج. نفس الشيء لازم. واحنا مهنتنا هذه يا ام محمد على بالك تعب كبير، نسأل الله القبول. والمصلح طبيب دكتور. لازم يعالج ويصبر على أذاهم ويصبر. يعني ممكن درك علاش انت قلتي ملاحظة بالنسبة للمكالمات، أحيانا ربي يعلم كان اللي نتصل بهم أكثر من 40 مرة وما نحكموش. وفي أوقات مختلفة خاصة في الطريق. في الطريق درك ما يسمعوا لي الشرطة يقول لك تهضر في التليفون
طبعا أتحدث مع مراعاة القواعد القانونية. نعم. فقط هذه ملاحظة لرجال الشرطة. نعم. ولكن ما كانش الوقت، يعني ما عندناش وقت إلا في ذلك. نعم. لأنه حتى سعيد قال لي كنت نتصل بالسيدة جاءتنا من عين طفلة فاطمة. نعم. نعم. قالت لك عام وانا نتصل بكم منذ 4 5 أيام 6 أيام كنت في عند طفلة، والبارح نعم. في الشلف. حاول أن يتصل بها الآن لأن عندها مشكل كبير، قال لك انجوانيابل اورجون. اي درك الان التكنولوجيا هذه نعم. لازمش. ماذا نفعل؟ التكنولوجيا ماهيش فقط هي الحل. أو مراسلات. نعم. دكتور. فإن لم تجد فلوم نفسك. صحيح. الإنسان يستخدم البريد العادي. نعم. ويعاود الاتصال. مثلا في المكتب أحيانا نستقبل أكثر من 140 مكالمة في اليوم الواحد. نعم. هذا بالنسبة للثابت. قبل ما سمعتي ملاحظة. واحد كي تتصل وما تحكمش على بال لازم تعرف بلي في اتصالات، يعني في اتصالات، يعني أكثر من هذا لا يمكن. نعم. وقلت لكم وأكرر، والله لو أعلنا عن عدد المكالمات التي نستقبلها لفتن الكثير. نعم. ما نقولش للشفر هذا، ما نقولوش. نعم. احتفظ بها بيني وبين ربي سبحانه، أو الذين يتواصلون معنا باستمرار يعرفون هذه الحقيقة. لكن معليش هذه خدمتنا. نعم. نحن نعتز بخدمتكم وعملنا نحبه جدا. واللي يحب الخدمة واللي لا يشعر بالتعب. نعم. كما قالها الشيخ عيسى قبل حين. نعم. وهذه أيضا عندها تفسير علمي سيكولوجي. نعم. واحد إذا كان يحب الخدمة يتحملها. المرأة تحب الخدمة تاعها نورمال عادي، والفلاح والنجار والصناعي وكل شيء. نحب عملنا جدا، ولكن تفهمونا فقط، نحن نتفهمكم. بارك الله فيك محمد من فرنسا، جرتنا المواضيع أخرى. نعم. لذلك بالنسبة لهؤلاء أقول بالنسبة للأطباء وكذا الممرضين، يقول لك عندنا ظروف وتعبنا وكذا، نقول لهم مع ذلك ما تقلقوش. نعم دكتور. لأن كما قلت المريض مريض يجي يشتكي ويتعب، وخاصة إذا كان دا في دماغه بعض الملاحظات. حضر ربما بعض التمرميدة نتاع بعض المرضى، ربما يجي مباشرة يهاجم. نعم. ولكن عليكم أن تمتصوا غضبه كما تمتصون ألمه. نعم. هذه وصيتي إليكم. بارك نعم. الله فيك دكتور. حمزة من تيزي والزول تقول الأم عندها قطعة أرض وما زالت على قيد الحياة لأمها، ولكن هذه القطعة كتبتها على الوالد تاع حمزة، والوالد بعد الوفاة يعني القطعة هذه بقات على الاسم تاعو. تقول الأخ الأكبر بنى بنيان كبير والحمد لله، ولكن حاليا الأصغر تحولت عقليته إلى أنه يستولي على هذه الأرض تاع الوالدة تاعو، هي على قيد الحياة. الكبير بنى والصغير حب يستولي دكتور. مشكلة سبحان الله. في بعض الأحيان الصغير عاقل والكبير واعر، في بعض الأحيان الكبير واعر الصغير عاقل. هكا في العائلة يعني. سبحان الله العظيم يعني. اربط بيناتهم دكتور، دير الجسر اليوم. إن شاء الله. نعم. أخاطب الكبير والصغير. نعم. نقول لهم أولا إيماكم راهي حية. هذه أمكم، ربي قال في القرآن. نعم. ولا تقل لهما أف. نعم دكتور. يعني كي ديروا مشاكل بيناتكم والزقا والعياط والاستيلاء على المال بغير حق شرعي، بغير مسوغ شرعي، وتمرضها وهي كبيرة في السن. نعم. يعني سبحان الله هذاك المرض، هذاك الألم أشد وأخطر من كلمة أف. نعم. نقول لهم اتقوا الله. نقول الأخ الأكبر كيما راه كبير في العمر إن شاء الله عقلك كبير، بنيت لا شك أن ما بنيته والتكاليف اللي صرفتها لها اعتبار في الشريعة الإسلامية. نعم. رقم 1. ولكن راك أقمت بناء في الطبقات 3 على أرض مملوكة على الشيوع. نعم. مملوكة على الشيوع. ولكن الآن هذه القطعة نتاع الأم هي الوثيقة مكتوبة الآن، العقد مكتوب على الوالد. ولكن العبرة من ناحية الشرعية بالحقيقة لا بالوثيقة. نعم. أكرر، العبرة بالحقيقة لا بالوثيقة. إذا كانت الوثيقة موافقة للحقيقة ممتاز. نعم. إذا كانت الحقيقة مخالفة للوثيقة فالأولى بالاعتبار هي الحقيقة. إذن أمكم الآن راهي حية، وهذه القطعة الأرضية مملوكة لها كما استمعنا جميعا إلى هذه المعطيات. إذن لا يجوز لهذا الابن الذي
أراد أن يستولي على هذه القطعة الأرضية بمفرده. هذا لون من ألوان العدوان المرفوض شرعا وقانونا. إذن هذا النزاع له حل. ما هو الحل؟ تجلسوا إلى مائدة واحدة، أمكم حاضرة وانت حاضر، يا الصغير يا الكبير تكون حاضر، وخواتاتكم هي الأخت أم حمزة تقول حنا تجاوزنا وتسامحنا وكذا. سمحوا لي يا أخت أم حمزة تريحوا جميعا. نعم. لأنه إذا كان الأم أرادت أن تعطي هبة، أقول لها ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. خافوا ربي وديروا العدل بين أولادكم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ذكرنا اليوم العنوان اسمه فاعتبروا بالقضاء قدر الله، كل القضايا تقريبا مربوطة بالموضوع. فاعتبروا معنى إذا كان لم تنفذ تطبق هذه القاعدة، قاعدة العدل، قد تندم في حياتها مع المشكلات التي ستظهر في المستقبل بين الأولاد، وقد يكون ندم في الآخرة، ونسأل الله ألا يكون ذلك. حتى ما يصيرش كما صرا لعبد السلام من العاصمة. شفتي كيفاه؟ ودائما الندم هو اللي يجي الاخر. نعم دكتور. ما كاش كيما واحد يطبق الشريعة ويرتاح. وكوني عادلة كيما ذيك القصعة نتاع طعام كي تعطي كاع الولاد كي ياكلوا. هكذاك تكون بنينة خير. تكون بنينة، ماشي واحد ياكل اخر يتفرج. ولا دائما البنات هذو دائما محقورات، وكل مرة يعني يضغطوا عليهم بشيء. واحيانا اسمحوا لي لا اتهم الجميع، بعض الاخوة يديروا مشاكل باش الاخوات يقولوا يا خاوتي معليش خلاص حنا نعتزلوا، حنا نسمحوا نجبدوا رواحنا. المهم انتم عليها اخويا. نعم. عليها سيدي، يعني بيني وبينكم يعني على بالي كان اللي يسمحوا بمحض الإرادة بخالص النية، ولكن كان اللي يسمحوا مساكن حفاظا على لحمة الأسرة. كيما أختك وخواتاتك يفكروا في لحمة الأسرة، علاش انتم يا الرجال ما تفكروش في لحمة الأسرة؟ نعم. لماذا؟ تفكروا عليها جميعا. يا سيدي معليش يا أختك تتنازل شوية، كما معروف عن المرأة الجزائرية عموما. وطبعا لا أقول هذا افتخارا بالمرأة الجزائرية فقط، ولكن يعني هناك نساء عبر العالم اللي عندهم هذا القصد وهذه النية وهذا الحرص وهذا بعد الأفق اللي يخليهم حقهم. ولكن ما يلزمش ثاني تكون الحقرة، يكون الظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لكل مشكلة حل يا أم حمزة. آخر اتصال عز الدين من باتنا، ليقول: الأب والعم في خلاف على الأرض، وذكر كل التفاصيل بدخول ابن العم هذا اللي ما عندوش الأقارب. دكتور تفضل، نحن نستمع إليك. نعم. عز الدين من باتنا، ركز معايا مليح. باباك وعمك عندهم نزاع على الأرض. هاو الأرض في كل مرة تعود على بساط البحث والنظر. هذه الأرض الطيبة اللي يتخلفوا عليها الناس. سبحان الله العظيم. هذه الأرض أذكر سادتي الأفاضل. وربي واش قال؟ قال: ولله ميراث السماوات والأرض. نعم دكتور. الله يرحم ربي الشيخ محمد الحسين، نهار صار نزاع يعني بين الزوج وكذا، وكاد النزاع يوصل إلى أعطى لهم عبرة. مفاد هذه العبرة قولها بالعربي وبعدين نترجمها كما كان قالها هو، أنه هذه الأرض اللي راكم تختصموا عليها أصلا ما على بالناش شكون يديها في النهاية، من يرثوها، علاش. وكل الناس اللي راهم يتنازعوا على الأرض في النهاية قرارهم الأخير في القبر، يعني كل واحد عنده أفعال. سبحان الله. حدثني أحد الإخوة البارحة، بعض الناس اللي يموتوا في خارج الوطن على بالك عندهم مشاكل كبار في ما كانش القبر يعني. ويخلصوه غالي. ويجي نهار نتكلموا على هذا الموضوع. ميم بوغ لي غاباتريي فيه اموال وفيه، وكاين اللي يحرقوهم خاطر ما يقدرش يخلص. ما يدفنوش، يحرقوهم. اسمعونا يا ناس، اسمعوا يا ناس مليح. او كاين في بلاد الغربه كي يموت يحرقوه خاطر ما كانش دراهم باش يخلص اف ماشي اف طروا، وهو مسلم. هذاك القبر وما عنده الكتريسيتي لا والو. كارثه. ماشي 20 متر مربع، شويه برك قص. ما عندهمش وين يدفنوهم، وكان اللي يحرقوهم. وهذا الموضوع نناقشوه في يوم من الايام ان شاء الله. الله كي كان هذا الانسان يحدثني وقلت يا ربي الحمد لله، حنا اللي يموت غايه عنده السكن مضمون يعني. مضمون. والنظام موجود، يدفنوه ويكرموه ورحمة ربي. المشاكل القبر لا مشكلة نعاني منها في القبر. فقط نسأل الله عز وجل أن تكون أعمالنا صالحة كما قال الإمام علي رضي الله عنه يقول:
يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أقول الشيخ محمد الحسين واش قال؟ إنا يستناغ مدنا في ثمورث وري زريح دويت سيلان إن كنت تراجل الموت لقرار النغ ذيز شوان، لقرار النغ ذيز شوان. بابك وعمك عنده مشاكل نقص مشتركة في الوقت، وقد أشرنا إلى هذا الموضوع فيما سبق، يعني في عنوان كامل في حصة كاملة. عمك بنى في أرض على الشيوع، ما عندوش الحق يقيم بنيانا على الأرض، مازال في الانديفيزيون، مازال ما تقسمتش. وبابك حينما طالبه قالوا تعوضني، عنده الحق. إذا بنى على 200 متر لازم يجي الاكسبير فونسي مختص خبير، ولا الناس اللي يعرفوا هذا الشيء، ولا بيناتهم إذا كان بالاتفاق يعني يستنيرون بأهل الاختصاص باش يفريوا يقوموها بدراهم، وباش باباك ياخذ التعويض نتاعو. إذا بابا مطلب نتاع باباك مشروع. هذا هو. رقم 2 أنه باباك أعطى له ولد عمه هبة قطعة أرض وبنى فيها، وعمك حينما طالب بإدخال هذه القطعة في التركة راه غلطان، ما عندوش الحق يدخل هذه القطعة، هذه ما عندهاش علاقة بالموضوع. هم يقسموا التركة الأصلية نتاعهم فقط. بابك ولد عمه أعطى له أرض، هو حر، أعطى له أرض هو حر، وما تدخلش في القسمة. جاب لي ربي الجواب واضح. واضح. أكتفي بهذا. قل لهم يا سي عز الدين خليهم يشوفوا الحصة، إذا ما تبعوهاش على المباشر يتبعوها إن شاء الله في الإعادة غدوة إن شاء الله تعالى، باش ياخذوا بالاعتبار. فاعتبروا، هو عنوان اليوم، فاعتبروا. لازم يقسموها، ولا يجوز الإنسان أن يأكل حق أخيه بغير وجه شرعي. بارك الله فيك دكتور. ننظر ربما في قضية أنيس من غرداية. قبل ذلك سعيد، كم بقي من الوقت؟ 5 دقائق. دكتور أنيس من غرداية، كان اتصال تاعو يوم الأربعاء الفارط بعد نهاية برنامج والصلح خير، فتبينوا. قال أنه عندما يحدث هو في حرج، لأنه في مشكل، هما عندهم تجارة، إخوة 3، وعنده زوج خوته، قال لك نتحرج ما بيناتهم، لأنه كل واحد يجيب برهان على تعطيل العمل، ويقول باللي الأخ تاعه هو اللي غلط، ويقول كذا وكذا، يسرد الأحداث. قال لك وبعدها يجي الثاني يسرد الأحداث، قال لك أنا كيفاش نتبين بأنه واحد فيهم راهو خاطئ، واحد فيهم راهو يعطل في التجارة، وواحد فيهم راهو يغلط في حق الأخ تاعو. قال لك أنا راني في حرج كبير. أنيس من غرداية مع الإخوة تاعو. سلاسي أنيس من غرداية، نعطيك جملة من الحلول. نعم. الحل رقم 1 أنه يجتمع الجميع، خاطر لكن كل واحد يحدثك بمفرده. نعم. يعطي لك فيرسيون، يعطي لك معطيات، ممكن تصدق وتقول بالله الحق 100%. بعدين حينما تستمع للآخر ينسيك ربما ما قال الأول. نعم. ويرد عليه ويطعن في حججه وبراهينه وربما في وثائقه، وتقول بالله هذا اللي عنده الحق. خايفين أنه مع هذا الوقت تضيع الحقوق. لذلك الحل الأسلم تجمعهم على مائدة واحدة، كل واحد يتكلم والثاني يرد عليه، طبعا في إطار الاحترام المتبادل. ماشي كل ما يجتمعوا الخوة ولا الشركاء ولا يعني يقولوا الكلام اللي مش مليح، الكلام الجارح، ولا ربما يستخدموا العنف اللفظي أو العنف البدني أو كذا. لا، لازم يكونوا عقال، يخاطبون بعضهم بعضا، كل يخاطب الآخر بالحجة والبرهان. ربي قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وذكر المرة اللي فاتت البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وتأخذ كاع المعطيات في الوقت نفسه وتمحص كما قلت، تغربل لدون هذوك، تغربلهم. هذا الحل الأول، وبعدين يظهر لك الحق في النهاية إن شاء الله تعالى.
وقد يخطئ أحدهما وليس في ذلك عيب. ممكن واحد يقول لك يعلن بعض الصريحات والمعطيات وقد أخطأ، عادي، يعود إلى رشده تماما. وكاين الحل الثاني الاستعانة بخبير مالي. مادام الأمور تجارية كاين لي زيكسبير. هو ربي سبحانه في القرآن يقول فاسأل به خبيرا. جيب ان اكسبير في الفينونس ويفهم في الأمور هذه، يفهم في التجارة. الله يبارك. الاكسبير ماشي شرط يكون خبير، ممكن يكون واحد تاجر يفهمون في التجارة. هؤلاء يفهمون، يساعدوك، لازم يكون عندهم الروح الرياضية ويخرج من المشكلة. هذا أفضل من أن تتعطل التجارة، لأنه هذه النزاعات نجاة تعطل العمل، تعطل التجارة، تعطل الاستثمارات. وربما في نهار واحد ولا في أقل، في نص نهار ولا ساعة ساعتين، يفوا المشكلة نتاعهم، ينطلقون في تجارتهم، وربي إن شاء الله يرزقهم ويرزق الجميع، ويحافظون على أخوتهم يا سي أنيس. وإذا كان قبلوا مستعدين الغرداء، نعرف أناسا يعني خيرين هناك، ممكن أن تواصلوا معهم ويجيوا ويحضروا معكم ويساعدوكم. الآن الجزائر كبير الله يبارك، باش نقول القطر الجزائري والحقيقة قارة، ورغم تحركاتنا على مستوى كثير من الولايات واش قدرنا هذا ما كان. لذلك نقول الناس صبروا، عندنا معارف ناس صالحين خبراء نقدروا نتواصلوا معهم باش يعاونوكم، وربي يحفظكم جميعا. بارك الله فيك. نشكرك دكتور على كل هذه التوضيحات في برنامج والصبح خير وفي حلقة فاعتبروا. نلتقي بك يوم الثلاثاء بحول الله تعالى. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت الرابع، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابع، سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى.